اهلا بك يا عزيزي الكينج، وحشني يا زميل. ايه يا عم كومنتاتك الجميله دي؟ وبمناسبه كومنتك الجميل جايب لك فيديو مثير اكشن كتير، اثاره متعه تشويق يستاهل عيونك يا صديق. اهم حاجه بس تعمل لايك الجبار وتجهز ثبت الفشار، ومش هوصيك لا على الاشتراك ولا على الكومنت يا اسطى، اكيد انت عملتهم من بدري. ويلا بينا. المشكله ان المكان اللي هيروحوه ده جوه متاهه، وفي اسطوره بتقول ان في وحش هناك. هم انهم بيحسوا بحاجه غريبه، وطبعا كرامبا مش بيكون في حالته الطبيعيه عشان يعرفهم الطريق فين. بيحاوطوا فريق البحار، ومره واحده الشيطانه دي بتظهر وبتقول لهم انا الملكه اكانا، ولو خسرت هقتلك. بنت الشياطين بتطلع له جروجر، وطبعا بيكون متسيطر عليه. وعلى فكره انا اسمي قيصر. قال له يا ابني كل الناس اللي ينتموا لجزيره ماريا مش سالكين، وياما عملوا كوارث. هات السيف ده بقى يا زكي ستورم، لانه ما ينفعش يبقى مع حد ضعيف زيك. يكون عارف ان لو الوصفه بتاع الجروجر خلصت هتفجر المكان كله. وبتبدا الحلقه 19 من المسلسل بفريق البحار السبعه وهما بيواجهوا العاصفه دي. العاصفه بتكون شديده، وزاك بيحاول يلفت منها على قد ما يقدر، وهوبا العاصفه بتخبط كيو. زاك بيتعصب وبيقول لكالابراس ايدك معاه يا اسطى. بيبدا يتحول، وبرغم كده مش بيقدر يعمل اي حاجه مع اخينا. كالابراس بيقول له ما تقوم يا دكري. بيقوم يكمل الحرب وبيفتكر انه انتصر، لكن العاصفه بترجع تاني. بتدي واحده برق، زاك بيصدها بتيجي في كرامبا. ده احنا لسه بنقول يا هادي. كرامبا بيفوق وبيقول لهم الجسم بتاعي بقى فيه ماس كهربائي والبطاريه اتعطلت، بس انا هقول لكم على الحاجات اللي تجيبوها لي عشان اصلح الجسم بتاعي. هحتاج منكم جهاز يديني شحنه كهربائيه، والجهاز ده موجود في بحر دايزر. هو اصلا عباره عن كريستاله، بس المشكله ان المكان اللي هيروحوه ده جوه متاهه، وفي اسطوره بتقول ان في وحش هناك. برضك زاك مش بيتهات وبيقرر يروح، لكن كل فريقه بيكونوا مقلقين من الموضوع. وبعدها بيوصلوا على المتاهه وبيكتشفوا انها متامنه كويس. كالعاده كلوفيس بيفضل في السفينه، وباقي الفريق بيدخل على جوه. كرامبا بيكون تعبان جدا، ومره واحده بيلاقوا جنود سكلايفر في المكان. جورجر بيدخل عليهم، واللي بيقف قصاده بيشوطوا يا جدعان. كلها حاجات بسيطه قصاد الفريق الجبار. وللاسف الحبل اللي مربوطين بيه بيبدا يتقطع. هتقول لي ليه مربوطين بيه؟ لازم يعملوا كده عشان يعرفوا يخرجوا من المتاهه يا اسطى. المهم انهم بيحسوا بحاجه غريبه، وطبعا كرامبا مش بيكون في حالته الطبيعيه عشان يعرفهم الطريق فين. جروجر بيشيله، ومره واحده بيشوفوا قدامهم الكريستالات دي، وهوبا الكريستالات بتختفي. زاك بيقول لهم يلا نرجع. بيكون راجع، بس بيكتشف ان الحبل اتقطع. هوب كده هم اتحبسوا في المتاهه. لا والاسوأ ان كرامبا مش عارف يخرج من الدرع بتاعه. بيضطروا يكملوا ماشي، ومره واحده بيشوفوا السفينه قدامهم. بيطلعوا يجروا عليها، والجهاز بتاع كرامبا بيبدا يشتغل. وكرامبا بيشوف الفخ ده، بيقول لهم حاسبوا يا شباب. بيقعوا في الفحره، بس كرامبا بيمسك في اخر لحظه. زاك بيتعصب، فبيقول لكالابراس يلا بينا يا اسطى. بيستعمل قوته وبيطلع كل اصحابه. كرامبا بيقول لهم لا خدوا بالكم لان هنقابل فخاخ للركب، انا تعبان قوي يا رجاله. بيكملوا ماشي وبيشوفوا جنود سكلايفر. زاك بيتعصب فبيبدا يتحول، بيدخل عليهم بكل اطاحه. هو اللي بيكتر بيقعدوا في الاستراحه، بس بيكتشفوا ان دول مش جنود حقيقيين. كل دي كانت خدعه من المتاهه، بس ده حقيقي. مش بيكونوا فاهمين حاجه. هو بيرجعوا يكملوا طريقهم تاني، وهوبا بيشوفوا جنود كتير في المكان، وبيكونوا جايين يجمعوا الكريستالات دي. واصلا زاك وفريقه بيكونوا جايين عشان ياخدوا كريستاله من دول، بس المشكله انهم عاوزين كريستاله خضراء. زاك بيستسهل وبياخد الكريستاله دي يديها لكرامبا. بيقول له انت بخير يا اسطى؟ فبيقول له انا زي الفل. الحقيقه يا اما ايه اللي بيجرى لي ده؟ انت عملت ايه يا ابن الكلب اللي اسمك زاك؟ الوحوش بيسمعوا الصوت فبيتجمعوا عليهم، وهوبا التعابين دي بتظهر لهم. الرجاله بتجهز، وكرامبا بيقول لهم ربنا يتولاكم. بيدخلوا على الوحوش وبيكتشفوا ان في منهم حقيقي وفي مزيف. زاك بيقول لكرامبا انت ما بتحاربش معانا ليه؟ فبيقول له معلش اصل انا خجول شويه في الحاجات دي. بيقول له خجول احيه؟ بيقول له طب خدني المنطقه اللي هناك دي. فبيقول له يا عم وماله. وهم في السكه بيزحلقوا خاله، وهو اي حد نفسه في حاجه بيدوها له. صحابه بيكونوا مسيطرين، وزاك بياخد كرامبا وبيمشوا في النفق ده. وهم في النفق بيشوفوا حاجات كتير، بس كل ده ولا بيوقفهم يا زميل. زاك بيدي كسره شمال في كسره يمين، وبيدخل المسار اللي هيوصلهم لطريقهم. وهم بيقفوا في الحته دي لانهم لو كملوا اكتر من كده هيموتوا. كرامبا بيطلع العدسه بتاعته، وهو بيقول لي زاك ده فخ يلا نعدي يسطا لان في جسر قدامنا، بس انت مش هتشوفه. سكفيه يا عم. كالابراس بيقول له عارف لو جرالي حاجه هقتلك قبل ما اموت. زاك بيغمض عينه وبيبدا يعدي. هو بيلاقي ان كلام كرامبا صح، بس طبعا لو فتح عينه يا زميلي هيعملها على روحه. المهم ان باقي اصحابه بيكونوا داخلين بتقولهم ولا حد بيهزهم. في الوقت ده زاك بيعدي الجسر، وكرامبا بيقول له يلا يا عم انجز. بيوصل المكان ده، هو اخيرا زاك بيلاقي الكريستاله الخضراء. بمجرد ما بياخدها بيحس بزلزال في المكان، وهنا قد حضر الوحش يا جدعان. زاك بيقول له اكيد انت مش حقيقي. كرامبا بيقول له لا راح امك ده حقيقي وهيفترسك دلوقتي. الواد بيهجم على زاك وبيكون عاوز يدمره. كرامبا بيكون خلاص بيفصل، وزاك بيقول ايدك معايا يا كالابراس، مش لازم كل شويه اطلب منك، اعمل حاجه من نفسك بقى. الوحش بيدخل بالثلاث نسخ بتوعه، وزاك بيفكر وبيطلع النسخه الحقيقيه. بيدي له واحده ما بياخدش اللي بعديها. بياخد الجوهره وبيلحق كرامبا بيها.
كرامبا بيفوق لكن كالابراس بيفصل. زاك بيضطر يدخل الحرب من غير قوته بس ده واقف قدام تور يا زميلي. الوضع بيكون صعب جدا ومره واحده التور الصغير ده بينزل. تور ده ولا عنكبوت؟ المهم ان زاك بتجيله فكره. هو في الوقت ده اصحابه بيكون خلاص هيتحط عليهم ولكن بيوصل وحش الليله وهو لابس بدله التور بياخدها تكسير في كل احتمال المتاهه. هو بيوصل للسفينه. كالابراس بيقول له عاش عليك يا اسطى فبيقول له عاش علينا كلنا. هو بياخدوا بعضهم وبيمشوا. ثانيه واحده يا زميلي عشان مش هتجنن لوحدي. دلوقتي الحلقه ال20 هي الحلقه ال14 والحلقه ال14 هي الحلقه ال20. نفوخ يا ناس وربنا ما بهزر. انا كمحمد قلت ان العيب في الموقع اللي نزلت منه الحلقات لكن لما بحثت كتير اكتشفت ان فعلا الحلقه ال20 هي الحلقه ال14. عشان كده هنضطر ندخل على الحلقه ال21 على طول. وبتبدا الحلقه بفريق البحار السبعه اللي بيكونوا مكملين طريقهم ومره واحده بيخرج لهم البتاع ده من البوابه. والله يا زميلي ما عارف ده تنين ولا ايه النظام. نهار ازرق ده شكلها هتبقى تكسير عظام. بس انتوا عارفين زاك ستورم مش بيهمه الكلام ده كله. بيستعمل طاقه عين بحر بيرو وبيدخل على المعركه بس بنت الغداره بتتملكه وبتخبطه بالشعاع اللي في دماغها. زاك مش بيكون عارف يعمل حاجه لكن جورجر بيحرك السفينه وبيروح عليها بيديها خبطه. هو بينقذ صاحبه من ايديها ولكنها بتمسكه هو وبتاخده معاها وبتدخل البوابه. زاك بينصدم ومش بيكون عارف يعمل ايه. بعد شويه بيوصل البوابه. هو بيخرج منها على البحر ده. طبعا المكان بيكون خطير لكن زاك مش بيكون قدامه حل تاني والكائنات دي بتظهر وبتكون مراقباه. ومره واحده زاك بيشوف السلاح بتاع جروجر وهوبا الكائنات دي بتظهر لهم. الفتحه على روح الكائنات يا زميلي. هتقولي ليه يا حمو هو ايه اللي ليه يا اسطى انت مش شايفهم لسه طالعين من التراب؟ المهم ان الحرب بتبدا وجيش زاك بيطحن ما بيعتق. الكائنات بتفوق من تاني وبيكونوا شادين حلو لدرجه انهم بياخدوا كالابراس بيحاوطوا فريق البحار. ومره واحده الشيطانه دي بتظهر وبتقول لهم انا الملكه اكانا هذا حقيقي. المهم انها بتقول لهم مرحب بكم في منطقه فبير. زاك بيقول لها عسل وفطير انا عايز صاحبي عشان امشي. بتقول له لا ما هو محدش هيمشي من هنا بس عاجبني قوي السيف اللي معاكم ده. بياخدوها على المملكه. هو الظاهر كده ان اكانا ناويه لهم على نيه سودا. بتخبط كرامبا بالشعاع ولكنه مش بيأثر فيه لانه مش انسان. بتروح على سيسي وبتلاقي ارادتها العقليه قويه جدا يعني مش هتقدر تسيطر عليها. بتروح على زاك ولكنه بيحرر نفسه وبيمسك الواد ده بحركه من اكانا بتدمر له الواد وبتقول له يلا حبيبي روح مع الرجاله. بتكون عاوزه ترميهم في جحر النار ده. وزاك بيحاول يلعب في دماغها. بتقول له اسمع بتاع انت لو عرفت تهزم اقوى جنودي هسيبك تمشي انت واصحابك ولو خسرت هقتلك. بنت الشياطين بتطلع له جروجر وطبعا بيكون متسيطر عليه. زاك بيحاول يفوقه والتاني بيكون عامل زي الطور الهايج. كالابراس بيقول لك انا عارفه يا بنت لو عندي جسم كنت عملت فيك ايه. في الوقت ده جروجر بيزق زاك ستورم في البركان ولكنه بيطلع تاني. المواجهه بتكون صعبه. هو مره واحده زاك بيشنكله بيجيبه على البركان مش بيرضى يقتله. هو بيقول له قوم يا صاحبي. اول حاجه الواد بيعملها بينزل تخبيط فيه من تاني. هو بيكون عايز يرميه في النار. يلا ده انت صاحب غدار. سيسي بتضرب الواد ده. هو بتجري على جروجر عشان توقفه والاتنين مش بيسدوا معاه فكرامبا بيتدخل. زاك بتجيله فكره فبيروح يضرب اخينا وبياخد السلسله بيمدها وبيجيب بيها كالابراس بس الواد ده بيمسكه. من ناحيه تانيه كرامبا بيمسك سيسي قبل ما تقع في النار. واخيرا كالابراس بيرجع لزاك. المعلم بيبدا يتحول واللي بدا العركه ما يرجعش يوالول. جروجر بيدخل عليه وزاك بيقول انا مش عايز اذيك يا اسطى فوق واعرف انت مين. اكانا بتسيطر عليه من تاني وزاك بيجيبه على الارض. بيدخل على الشيطانه ولكنها بتخبطه بالشعاع. كرامبا بيغطي عينيها وزاك بياخد الجهاز اللي في دماغها وبيقدر انه يرميه في الاله دي. جروجر بيصدع وبيكون متعصب جدا. برضه كل اللي في المكان بيتعصبوا. وهو ساعتها زاك ستورم بيدي واحده بس بتشوط الكل. بياخد صحابه وبيخرج من المكان. وهو بيضطر انه يسيب جروجر. بيطلعوا يجروا على السفينه. وبعد ما بيوصلوا بر الامان زاك بيبدا يتحول بيدخل يعجب فيهم وسيسي بتنضم له. بيفكروا في خطه يفوق بيها جروجر لكن للاسف كالابراس بيفصل. جروجر بيدخل على زاك وزاك بيفضل يتكلم معاه عشان يفوقه لكن الشيطانه دي بتحضر. برضه زاك مش بيستسلم وبيقول له فوق يا اسطى فوق احنا اصحابك. جروجر بيفتكر كل اللي حصل. هو بيلف على الشيطانه واضرب اجدي. بيحاولوا يهربوا لكن اكانا بتمسك جروجر. زاك بيديها واحده بتنيمها. هو بياخد اصحابه وبيهربوا من المكان وكالعاده بيحتفلوا بالانتصار. وتاني يوم بيروحوا السوق وبيكونوا عاوزين يشتروا الجهاز ده. طبعا بيقعدوا يفصلوا في الاسعار وفي الاخر بيتخانقوا مع البياع وبيقرروا يسيبوا عليه جروجر. البياع بيقول لزاك خلاص يا عم تعالى خد الجهاز بنص السعر. بيمشوا في السوق ومره واحده الشخص ده بيخبط فيهم وجنود سكلايفر بيكونوا عاوزين يقتلوا الشخص ده بس يقتلوا منه وهو زاك ستورم موجود. الجنود بتوقع الشخص ده. هو زاك بيقول لهم اللي هيقرب له همسكه العمود. بيبدا يتحول وهكذا حضر ملك الخطر. هو واصحابه بيكونوا عاملين ميكس جمدان واللي بيقف قصادهم في مكانه وبينام. هو ده الشغل يا جدعان. الواد ده بيكون هيموت لكن سيسي بتنقذه. زاك بيقول له جراء عمنا ما تشوف لك حته تستخبى فيها وما تستغربش اننا بنساعدك. المثل بيقول لك عدو عدو حبيبي. فبيقول له ساعدني والنبي. بيغمى عليه وزاك بيقول لاصحابه خلصت على خير يا رجاله. سيسي بتقول له طب وبالنسبه للي وراك دول ايه مش شايفهم؟ بيقول لهم بصوا انا عملت كده عشان انقذكم حد اللي يشوف حاجه. كلهم بيطلعوا يجروا. وبعدها زاك وفريقه بيرجعوا السفينه. هو بياخدوا بالهم من الشخص ده. زاك بيقول له مالك يا نجم متضايق ولا ايه؟ فبيقول له انا عاوز الخريطه بتاعتي وعلى فكره انا اسمي قيصر. هي دي الاسامي ولا بلاش؟ المهم ان سيسي بتقول
له الخريطه دي هتوديك لمكان العظام، انت ليه عاوزها قوي كده؟ بيقول لها يا ستي وانت مالك؟ بتتعصب عليه. فبيقول لها انا من جزيره ماريا وده كل اللي هقوله لكم وشكرا على مساعدتكم ليا، عايز الخريطه بقى عشان اغور. زاك بيقول له لا يا معلم انت ضيفنا، تغور على فين؟ سيسي بتدور في الكتاب ده وبتعرف ان قيصر بيبحث عن حاجه قويه جدا ليها علاقه بالبحار السبعه. زاك بيقول له ما تنضم لنا يا اسطى وصدقني مش تندم، طريقنا واحد واللي هيقرب لنا هنشلفط وشه. فبيقول له ماله يا زاك؟ سيسي بتكون متضايقه منه وزاك بيقول لها يا بنتي ما تكبريش المواضيع بقى. بتقول له يا ابني كل الناس اللي ينتموا لجزيره ماريا مش سالكين وياما عملوا كوارث واكيد قيصر زيهم. فبيقول لها بلاش نحكم على الكتاب من غلافه وادينا هنجرب وهنشوف. بيشغل السفينه ولكنها بتبوظ وانا كمحمد احب اقول لك انها بدايه مبشره. سيسي بتقول له جالك كلامي، هما الرحده بيتعرضوا للهجوم. سكلايفر بيوصل والغريبه ان قيصر بيضحك. زاك بيستعمل طاقه عين بحر سينو وهو بيخش عليهم اسد عرينه، هو وفيرو بيعملوا شغل فاخر من الاخر ومحدش بيكون سادد معاهم. قيصر بينضم لهم وهو كمان بيساعدهم. زاك بيبص لسيسي فبتقول له بص الناحيه الثانيه يالا. بيرجعوا يكملوا طريقهم والغريبه ان سكلايفر بيكون مبسوط وبيقول ان خطتهم ماشيه تمام وقريب هيوصلوا للعظام، انما زاك وفريقه فالدنيا معاهم بتكون ماشيه اخر حلاوه. هما الرحده الاعصار ده بيقابلهم. قيصر بيقول لهم ادخلوا فيه بقلب جامد. بيشوفوا حاجه جايه عليهم فبيبداوا يقلقوا. زاك بيقول لهم اهدوا شويه يا شباب. بيحاولوا يتحكموا في السفينه بس الوضع بيكون صعب جدا. سيسي بتكون هتقع لكن قيصر بيمسكها بتقول له تسلم يا وحش. بيشوفوا الجهاز ده قدامهم فبيروحوا عليه وسيسي بتنشل وبتجيبه. الوضع بيكون صعب وقيصر بيمد ايده وبيحرر منها طاقه. هات السيف ده بقى يا زاك ستورم لانه ما ينفعش يبقى مع حد ضعيف زيك، واصلا هو اللي هيفتح لي المنطقه اللي انا رايحها. هو مره واحده بولز بيظهر له وبيقول له جدع ياض يا قيصر. كالابراس بيقول له تصدق لا انت طلعت كلب. زاك بيروح عليهم لكن قيصر بيهاجمه والوحش بيمسك نفسه وبيكون متعصب جدا. من ناحيه ثانيه قيصر بيتمرد على بولز وبيطمع في السيف. بولز بيخرج عليه التنين ده وقيصر بيضطر يستسلم وبيرمي له كالابراس ولكن بيوصل المطرشم بجلابيه اللي ما بيشوفش. مره واحده قيصر بيتحكم في التنين وبيخليه يهجم على بولز. قيصر بيروح يهجم على زاك وبيقول له على فكره بولز يبقى عدوي وانت كمان بقيت عدوي. التنين بيشقلب بولز وقيصر بيقول لزاك انت غبي قوي يالا وثقت فيا بكل سهوله. بيقول له الطيبه عمرها ما كانت غباء، المشكله في الناس الزباله زيك عشان بيستغلوها. بيبدا يتحول وهو وقيصر بيهجموا على بعض. غلبانه قيصور ما تعرفش ان زاك ستورم من يومه مسعور. بيقطعوا الحبل ده والتنين بيبدا يهاجمه وساعتها الجهاز اللي كرامبا اشتراه بيشتغل. الجهاز بيديهم طاقه كبيره جدا وبيخليهم يهجموا على التنين. اهي دي اخره اللي يجي مع فريق المعلمين. زاك بيقف على الجهاز ده وبيدخل كالابراس جواه. كالابراس بيتحكم فيه بالكامل وبيدمر العاصفه والتنين. عاش عليك يا ابن الفقدين. وكالعاده برضه في نهايه كل حلقه بيكونوا مبسوطين. وتاني يوم بنشوف جون وهو بيقدم عرض للناس وبيخليهم في منتهى السعاده. لا وكمان بيديهم فلوس. يا ريتني كنت معاهم. المهم ان زاك ستورم بيوصل والناس بتفضل تحييه. كالابراس بيقول لهم على فكره الواد ده ما يسواش من غيري. زاك بيفضل يستعرض قدامهم ومن الاخر بيبسطهم. جون بيبدا يغير وبيقول له ازيك يا زاك ستورم. فبيقول له بس يا بابا. بيبدا يتحول وبيعمل احلى استعراض. كرامبا بيتضايق لان زاك عمال يشهر نفسه ومش بيتكلم عن فريقه. العيال دول بيهجموا عليه وبيكون معاهم ابو قصه ده فاكره يا زميلي ولا نسيته. المهم ان كل الفريق بيكون قلقان على كرامبا ما عدا زاك ستورم اللي بيفكر في كلام الناس والشهره. انما كرامبا فبيفوق وبيلاقي نفسه في المكان ده والعيال بتكون ودته البولز. لا وكمان بيكونوا حابسين رايمو معاه. رايمو بيقول له ازيك يا اسطى عامل ايه؟ على فكره هم خطفوني عشان اصنع لهم الجهاز ده بس ما تقلقش كده كده زاك ستورم هينقذنا. فبيقول له بلا زاك ستورم بلا زفت احنا اللي هنخرج نفسنا من هنا. انما زاك فبيكون قلب الدنيا على كرامبا ولكنه مش بيلاقيه. جون بيقول له مش عاوز مساعدتي يا اسطى. فبيقول له خليك في حالك يالا. بيقول له خلاص يا عمنا بس انت مش هتعرف تلاقيه من غيري. زاك بيفكر وبيقول له استنى يا مسكر. انما كرامبا فبيكون شغال على صنع جهاز يساعدهم في الهروب. وفي الوقت ده جون بيتفق مع زاك انه يوصله للمكان اللي هو عاوزه بمقابل انه يساعدهم يلاقوا صاحبه. اخيرا بيتفقوا وفي الوقت ده بيكون الجهاز بتاع كرامبا اشتغل. بيبداوا يجربوه على الحراس وللامانه بينجح نجاح ساحق. بولز بيمسك رايمو وكرامبا بيضطر يستسلم. جولدن بيقول له ما تعملش دكر تاني عشان ما تخسرش حياتك. في الوقت ده فريق البحار السبعه بيبداوا يتحركوا وبرضه كرامبا مش بيكون ناوي يجيبها البار. فاكر يا زميل العمالقه ولا نسيتهم؟ اهو زاك وفريقه عندهم دلوقتي لان جون قال لهم ان كرامبا هناك. في الوقت ده كرامبا بيوصل لتليفون وبيبعت منه اشاره لكيوس. مش بيلحق يكلم كلوفيس لان الوحوش بتدخل تكسر التليفون. كلوفيس بيخرج لجون وبيقول له يا كلب انت خدعتنا. هو قلت ان كرامبا مع العمالقه ولكنه طلع مع بولز. فبيقول له انت بتقول عليها كداب يا اسطى. كلوفيس بيبدا يتحرك بالسفينه. هو باقي الفريق بيوصلوا للدرع بتاع كرامبا بس مش بيلاقوه جواه. القائد بيحضر لكن جون بيقول له احذر انت مش هتقدر علينا كلنا. باقي الفريق بيبدا يهربوا
وبيخرجوا منها على خير. زاك بيقول لجون انت ما كدبتش علينا لان الدرع بتاع كرامبا مع العمالقه، بس كرامبا ذات نفسه موجود في مكان تاني. بيروحوا الجزيره اللي كرامبا عليها والعمليه دي جون هو اللي هيبقى قائدها. بيبداوا يدخلوا المكان بس الغبي جون بيعدي الليزر والانذار بيضرب. زاك بيبدا يتحول وهو وجون بيدخلوا على الوحوش. العيال للامانه ما بيحلوش ويركنوا شويه هلافيت ما تكتروش. بقى الفريق بيوصل لكرامبا ورايمو وبيشوفوا الاله اللي صنعوها، ودي بقى عباره عن قنبله نوويه. الوحوش بتوصل وجروجر بيبدا يتعامل معاهم. الموضوع مش بيطول لان بيوصل قائد البحار السبعه. بالغلط الجهاز بيشتغل وشكلها كده مش هتعدي على خير. بيكون عندهم خطه وهي انهم يعطلوا نظام الجهاز. الفريق بيهرب وبيسيبوا زاك وجون للمهمه دي. بولز بيوصل وبيقول لزاك ايه اللي دخلك بيتي من غير ما تستاذن؟ فبيقول له معلش كنت محتاج تلقيمه شاي فقلت اجي لاخويا وحبيبي. اكيد جاي ادمرك يا ابن المتضايق. هو دوت استظراف. جون بيتعامل مع الحراس واخنا ده بيكمل طريقه. بولز بيوصل له وبيقول له غوريا. بيدخلوا على بعض وبرده جون بيساعد زاك وهذا ما يسمى باتحاد الجامدين. زاك بيقول له امسك واطلع فجر الجهاز ده اسماعيل. بيبدا يتحول وهي واحده نار بتخلص الحوار. الله عليك يا جبار. اخينا بيخرج من وسط النار. لا ده كده شغل هزار. بيرجعوا يخبطوا في بعض من تاني لكن جون بيوصل للجهاز وابن اللعيبه بيعرف يفجره وبينزل على بولز بواحده بالطياره. بيخرجوا من المكان بسرعه وفي الوقت ده رايمو بيسهل الحراس عشان يخلي باقي الفريق يهرب. كلهم بيخرجوا من المكان وبيكونوا زعلانين جدا على رايمو. في الوقت ده بيكون بولز مسك رايمو وبيجبره على انه يصنع الاله من تاني. وتاني يوم بنشوف زاك وفريقه وهم ماشيين من عند الحمم البركانيه دي. يا جدعان ده الجو حر انتم رايحين فين؟ صحيح افتكرت يا زميلي في الفيديو اللي فات لزاك ستورم في حد قال لي هم ازاي بيتكلموا تحت الميه. حكمه المخرج يا اسطى. بس على فكره هي حركه غبيه جدا. المفروض يكون في شويه واقعيه في المسلسل بس هنقول ايه هو الخيال العلمي كده. المهم ان الهجوم بيبدا عليهم من سفينه سكلايفر وبيكونوا عاوزين يوقعوهم في البراكين. غلبانين ده فريق البحار السبعه الفقدين. بيخبطوا فيهم حبه شمال في حبه يمين واول ما بيشوفوا البوابه قدامهم بيدخلوا فيها. خرجوا من براكين النار ودخلوا الجبال الثلجيه يا زميلي. بيفكروا شويه وبيكونوا عاوزين يروحوا منطقه معينه في بحر سينو. وبعد شويه بيوصلوا الطريق ده لكن بيتخبطوا في التلج. كرامبا بينزل يشوف فيه ايه هو مره واحده بيصوت. التنين ده بيحضر وبيطير حواليهم. في نفس الوقت بولز بيوصل لان المشاكل لازم تتجمع في وقت واحد. التنين بيهاجمهم وجروجر بيكون عنده فكره يتعامل بيها معاه. بيستنى يقرب منه وهو بيمسك في ديله وبيعرف يتملكه وهو بيقدر يتحكم فيه. انت اتفرجت على فيلم كيف تروض تنينك يالا ولا ايه؟ ده مش بعيد يكون حازوكا ذات نفسه اللي مدربك. ومره واحده الاجهزه دي بتوصل وبيكون جواها جنود سكلايفر. طبعا زاك ولا بيتهات لانه من الاخر ما بيعتمدش حد. الوحوش بتحاوطه هو وسيسي لكن كرامبا بيبدا يساعدهم. التانيين بتكون هتقع فبيقول لهم تعالوا حبايبي خليكم هنا. زاك بيبدا يتعامل مع الجنود ومن ناحيه ثانيه جروجر والتنين ممسكين العيال دي عموه. لكن العيال بتاخدهم على اخوانا وبيعرفوا يسيبوهم. جروجر بيطير وبينزل نزله صعبه جدا. الصراحه الوضع بيكون صعب على كل الموجودين حتى التنين. جروجر بيفكر في فكره جامده جدا وبيكون محتاج وقت عشان ينفذها. اصحابه بيدخلوا على العيال دول وبيسيبوه هو يعمل الوصفه بتاعته. كلوفيس بيساعده في تجميع الوصفه وشكل كده هيحصل انفجار. انما زاك وباقي الفريق فدول داخلين في حوار. بيخلصوا على الوحوش وبيشوفوا مكان السلاح اللي على شكل تلج اللي هم اصلا كانوا جايين ياخدوه. بس بيكتشفوا ان الغبي جروجر حطه في الوصفه بتاعته. في الوقت ده التنين بيكون عاوز يهاجم بولز وبولز بيقرر يقتل التنانين الصغيرين. بيغرب المكان وبيكون خلاص هيدمر التنانين لكن جروجر بيجري عليهم وبيعرف ينقذهم. التنين ده بيغمي عينه وبيخليه يلبس في الكهف. انما التنين الكبير فبيجمد السفينه بتاعت بولز بالكامل. بيروح على كيوس وجروجر بيحاول يتكلم معاه عشان يهديه ولكنه بيكون متعصب جدا. ما يعرفش ان زاك عصبي اكتر منه. بيدي له واحده في الطرش منه. اصل الواد برضه جامد رغم صغر سنه وبيكون عارف ان لو الوصفه بتاعت جروجر خلصت هتفجر المكان كله. فبياخدها في طريقه وبيرميها جوه التنين. بيخرج لهم القطعه اللي عاوزينها واخيرا زاك بيمسكها. التنين مش بيعرف يستخدم قوته الجليديه فبيسيبهم وبيمشي. انما زاك فبيسخن السلاح ده والسلاح بيوصل للمناره وبيحيي الجزيره دي من تاني. انما الوصفه بتاعت جروجر فهي تنفع للتلج فعلا بس مش للدرجه دي يعني. انزل بقى اعمل كومنتك الجميل يا زميكس وسمعني. وهنا بتنتهي الحلقه ال 24 من المسلسل. اتمنى يا زميلي تكون استمتعت معايا وتنزل في الكومنتات تقول لي تلخيصك حكايه. وعاوزك تعرف ان عبد الله هو الوحيد اللي جاب الحلقات دي وتعبت جدا عقبال ما ترجمتها عشان اقدم لكم معلومات حقيقيه. ولو الفيديو ده جاب 1000 لايك في خلال يومين بوعدك يا زميلي ان فيديو زاك ستورم الجاي هيكون طويل جدا ممكن يبقى 30 دقيقه في خلال يومين. الفيديو اللي فات انتوا وصلتوا 1000 لايك فعلا بس بعد 10 ايام. واحب اشكرك على كومنتاتك الجميله يا اسطى وباذن الله اللي جاي هيعجبكم جدا. والى اللقاء مع كل جديد. سلام.